أشهر قهوة بأربيل والأسعار كانت مفاجأة. مطر على حظنا الحلو ما قدرنا نتفتل بالقلعة فرحنا على القهوة اسمها مشكو عند قلعة أربيل تحت القسم للشباب وفوق عائلي. الطابع التراثي موجود بكل تفصيلة. أحلى لحظة لما بتطلعوا لهون بتشوفوا هالإطلالة اللي بتاخد القلب. طبعا هون بضل زحمة، انتو حظكن حتى تلاقوا مكان على الواجهة. القعدة والإطلالة والديكور والتفاصيل الصغيرة بتستاهل كل كلمة حلوة انقالت بحق هالمكان. عالم تاني. أول ما تقعدوا بينزلكن صحن هالمكسرات مع أناني مي على عددكن. هي المنيو منيو أكل ومنيو مشروبات، وكانت التشكيلة ظريفة لقعدة عادية. عندهم فطور الصبح والمنيو مشكل والأسعار كالتالي: تشكيلة مشروبات باردة وساخنة وعصائر، حلويات، آيس كريم، موهيتو، عصائر فريش وسموزي. والقسم المدلل كتير كان قسم الأراجيل. كل النكهات اللي بتخطر عبالكن أو ما بتخطر. وهي كانت أول مرة بشوف فيها الأرجيلة البابلية. بصراحة كتير حلوة، كتير مميزة، ونكهتها وسحبتها غير شكل. معروف الأراجيل إنه سعرها غالي. بالكافيهات وبالمطاعم سعر الأرجيلة 10,000 دينار، يعني تقريبا $7، بس جدا مميزة. طلبنا وجبة برجر تكساس $4.5 مع بيتزا مارغريتا، 2 جاي و2 عصير مانجا. البيتزا كانت بلا كاتشاب، كانت طيبة، سعرها 7,000 دينار، $4.8. وهي تفاصيل الفاتورة. قولوا لي شو رأيكم بالأسعار واقترحوا لي أماكن تانية زورها ضمن أربيل. هي نزلتنا من قهوة ديرين. كده أرجيلة طيبة، كتير القعدة حلوة، حتى الأجواء بشكل